في الجزء السابق إن فرسان كواليا وصلوا إلى الغابة الملعونة، حيث خرجت أو لملاقاتهم. حاولت أن تدفعهم للانسحاب بهدوء لكنها لم تستطع، فبسبب غباء لونيوس انقلبت الأمور ودخل الجميع في كارثة حقيقية. كان فيليدس يصرخ طالبا أن يذهب أحدهم لإبلاغ المملكة بما حدث، لكن بارفو رد أن جميع الرسل تمت تصفيتهم على يد أو، وأن المرتزقة الباقين لا يملكون سرعة كافية للوصول في الوقت المناسب، خصوصا وهي في حالة هجوم. عندها أعلن بارفو أنه لا خيار أمامهم سوى القتال، وأمرهم بالاستعداد ورمي كل ما لديهم عليها. بالفعل أطلقوا السهام، لكنها صدتها جميعا بسهولة وكأنها كانت تلهو بهم. في تلك اللحظة كان آخر ما يريده فيليدس هو مواجهة مخلوق مثلها، خاصة بعدما بدا أنها لم تكن تنوي إيذاء أحد لو تركت الغابة في حالها، لكن بسبب تهور لونيوس أصبحت مجبرة على القتال. عندها بدأ لونيوس يدرك حجم خطئه وسأل فيليدس عن حقيقة ما يواجهونه. منذ البداية شعر فيليدس أن أو ليست طبيعية، وعندما ظهرت صورتها الحقيقية تأكد أنها ساحرة مصنفة كوحش كارثي يهدد الأمن القومي. أمر فيليدس المرتزقة بتراجع، وأكد أن المواجهة ستكون بينه وبين لونيوس. اندفع الاثنان نحوها لكنها استهانت بهما وصدت ضرباتهما بسخرية. فجأة فوجئت بقطع 2 من مخالبها، عندها أدركت أن ضرباتهما المقدسة تحدث تأثيرا مضاعفا عليها. حسب فيليدس أن التخلص من جميع المخالب سيؤدي إلى هزيمتها، لكنها لم تكن غافلة، إذ خطفت 2 من المرتزقة استخدمتهما كدروع بشرية لإجبارهما على توقف. نظر فيليدس إلى لونيوس مؤكدا أن عليهم إيقافها الآن، وإلا ستهاجم مملكة كواليا غدا. وافق لونيوس على مضض. دفعا معا مرة أخرى فقتلا المرتزقة مع آخر مخالبها. اندهشت أو من برود أعصابهما استعدادهما لقتل رفاقهما بلا تردد، لكن سرعان ما قلبت الموازين اخترقت جسد فيليدس من كل اتجاه. في أنفاسه الأخيرة صرخ للونيوس أن يهرب، ثم اخترق أحد المخالب رأسه. وقف لونيوس مذهولا غير مصدق أنهم قضوا فعلا على جميع مخالبها، لكن أو ضحكت وسألت متى قالت إنها لا تستطيع إنبات غيرها؟ الحقيقة أنها قادرة على توليد عدد لا نهائي منها، وكل ما جرى لم يكن سوى لعب. بعد هذا المشهد فقد المرتزق الأمل، لم يعد أحد منهم قادرا على رفع سلاحه، وبدا واضحا أنها لا تنوي ترك أي ناج. عندها صرخ لونيوس مطالبا إياهم بالهرب في كل اتجاه، لعل أحدهم يتمكن من الوصول إلى المملكة ونقل ما حدث. بالفعل ألقوا أسلحتهم وركبوا، لكنها لم تكترث بمطاردتهم، وقالت إنها لو أرادوا ذلك منذ البداية لوفرت وقتها. أما لونيوس فقد بقي واقفا عازما على مواجهتها وحده. رفع سيفه وهاجمها، لكن المفاجأة أنها صدت ضربته بالتقنية المقدسة نفسها. صدم متسائلا كيف لمخلوق شرير أن يستخدم الفنون المقدسة، وكان الجواب أنها حين قتلت فيلدس امتصت خبراته في السيوف وتقنياته، فأصبحت ماهرة مثله تماما. بدأت تهاجم مستخدمة تقنيات فيلدس وهي تضحك وتمتدح مقاتلا من النخبة، مؤكدة أن خسارته جاءت فقط بسبب رفاق لا يعرفون متى يصمتون. لم تتوقف عن استفزازه وسألته إن كان قد فكر يوما إن كان سيلحق العودة إلى زوجته وابنته. تجمد مكانه إذ لم يذكر أمر عائلته أمامها قط. عندها أدرك الحقيقة المروعة، أو لم تسرق مهارات فيلدس فقط بل سرقت ذكرياته أيضا. قالت له ببرود إنها تستطيع إخباره بآخر فكرة راودت صديقه قبل موته. لقد ظل حتى أنفاسه الأخيرة يفكر برجاله ويريدهم أن يعيشوا، بعكس لونيوس الذي لم يكن يحمل سوى خوفه وأنانيته. حاول لونيوس الدفاع عن نفسه مؤكدا أن المرتزقة الذين فروا قد نجحوا في تبليغ المملكة بالمصيبة، لكن ردها كان صادما. كل المرتزقة قتلوا بالفعل. أوضحت أنها لم تطاردهم بنفسها، لكنها لم تكن وحدها، فقد أرسلت الألف السودي خلفهم فتمت تصفيتهم جميعا. عندها انهار لونيوس بعدما أدرك أنه الناجي الوحيد. حاول يائسا أن يهاجمها، لكنها أمسكت به وشلت حركته. قبل أن تجهز عليه زادت من عذابه بتذكيره بما كان يمكن أن يحدث لو استمع لصديقه. كانوا جميعا سيعودون سالمين، وكان سيحيا مع زوجته. بسببه صرخ لونيوس متوسلا ألا تفعل، لكنها كانت قد ملت اللعب به فقررت إنهاء أمره بعد أن قضت عليه. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد مستمتع. ما تنساش تدعمني بلايك
وسبسكرايب واكتب لي في الكومنت رأيك. جاءها جون وأخبرها أن رجاله أنهوا كل المرتزقة الفارين ولم يعد أحد قادرا على كشف ما حدث. شكرتهم وطلبت التخلص من الجثث، وقبل أن ترحل سألها جون إن كانت جادة في نيتها قتل عائلة لونيوس، لكنها ضحكت وأجابت أنها كانت فقط تخيفه، فهي لا تنوي إبادة جماعية، فهذا عمل مرهق وهي لا تتحرك إلا عند ضرورة. ثم قالت إنها مضطرة للذهاب بأنها تملك ما هو أهم. قبل القتال كانت قد سمعت فيلدس يناديها ساحرة، مع أنها مصنفة كبطلة كما ذكر ساحرة في الشمال، وهو أمر غريب، فحتى تكت نفسه لم يسمع بتصنيف كهذا من قبل في اللعبة. عندها أصبح مقتنعا أن هذا العالم مختلف عن العالم الذي عرفه، وأن النظام الأساسي ليس نفسه. لم تكن الاختلافات كلها سيئة، فأو لم تعد تمتص مهارات ضحاياها فقط، بل تطورت قدرتها لتأخذ أجزاء من ذكرياتهم أيضا، وبفضل ذلك حصلت على معلومات كثيرة عن وضع مملكة كواليا الحالي. لحسن الحظ كانت المملكة مشغولة بما يجري في الشمال، وبالتالي لن تتمكن من التركيز على منارة في الوقت القريب، لكن اختفاء فرقة التحقيق سيجعل الأمور مشبوهة، ورد فعل كواليا قادم لا محالة. أكثر ما أقلق أو هو ما يحدث في الشمال، حيث تعيش الساحرة أراكينو. عندما حاولت أن تحفر في ذكريات فيلدس لم تجد الكثير سوى أنها ساحرة تملك قوة تكفي لتدمير جيش كواليا وحدها. في تلك الأثناء كانت أراكينو قد هاجمت قرية أخرى وأعادت القرويين الذين ماتوا ليخدموها كجثث متحركة كالزومبي. شعر تكت بالريبة، فما فعلته من دمار وهي لم تظهر إلا مؤخرا يجعله يظن أنها جاءت من عالم آخر مثله تماما. لو كان هذا صحيحا فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا. عندما سألته أو عما سيفعلون الآن، قالت إن أراكينو تبدو شريرة، لكن ربما يمكن التفاهم معها. رفض تكد الفكرة مشيرا إلى أنهم لا يعرفون طبيعتها. شعرت أو بخيبة أمل، وقالت إن المشاكل بدأت بالظهور في اللحظة التي بدأت الدنيا تسم لهم، لكن تكد ذكرها أن أراكينو بعيدة في الشمال، أنها لن تكون مشكلتهم المباشرة الآن. ومع كثرة التهديدات الجديدة صار واضحا أن منارة تحتاج إلى دفاع أقوى. لهذا قرر تكد الإسراع في إنشاء بطل جديد. كان ينوي اختيار إليسيا أولا، لكن مع الظروف الحالية قد يغير رأيه ويبحث عن شخصية قتالية أكثر. أدرك كذلك أن خطة الاختباء لم تعد صالحة، خصوصا مع دخول ساحرة جديدة إلى اللعبة، وأن عليه السعي إلى تحالف مع دولة أخرى. كانت كواليا خارج الحسابات بعد ما جرى، لكن الدولة الواقعة شرق الغابة قد تكون خيارا جيدا بما أنها محايدة. وأكدوا أنه بمجرد انتهاء القصر سيذهب بنفسه ليتحقق من إمكانية التعاون معهم. في تلك اللحظة وعلى الجانب الآخر كانت مدينة الشرق تتعرض لهجوم من البرابرة. وسط المعركة ظهرت عجلة تحمل عصا سحرية أطلقت منها برقا هائلا دمر صفوف الأعداء، فتعالت هتافات الناس شكرا لها وإعجابا بقوتها. بعد أن حمت البطل المدينة بسهولة من هجوم البرابرة، فوجئت بأن الأعداء عادوا للوقوف مجددا، مما أوضح أن هناك مشكلة كبيرة في المنارة. أنهت حديثها وغادرت، لكنها تذكرت أمرا أرادت الاعتذار عنه. أخبرت تكتو أنها تعرف أنه لا يحب العنف غير المبرر، لكنها اندفعت قليلا أثناء تعاملها مع الفارس. نظر إليها ببرود ورد قائلا: وما شأني أنا؟ عندها تذكرت أنه رغم طيبته لا يزال تجسيدا للشر ولا شيء يؤثر فيه. بعد فترة قصيرة اكتمل بناء القصر، وكانت شعر تكتو بحماس كبير، فقد طالما حلم بامتلاك قصر ضخم. طمأنته أو قائلة إنه في يوم من الأيام سيصبح القصر عظيما لدرجة أنه سيخترق الغيوم. أثناء حديثهما لاحظت أو أن الملك رغم مكانته لم يكن له خدم شخصيون، وهو أمر غريب، فسألته إن كان لديه تفضيل معين. أجاب أنه يريد فقط شخصا يستطيع التحدث معه بسهولة، لأنه سيء للغاية في التواصل مع الآخرين. في الحقيقة لم يجري أي حديث مع أحد من الألف السود منذ قدومه. علقت أو بأنهم ربما يرونه مجرد كتلة من الطاقة السلبية، لكنها طمأنته بأنها تملك خطة مثالية. حس تكدو بالقلق من حماسها، لكنه وافق على رؤية ما استفعلوه. استدعت أولجي ومولترر وإيميل وأمرت بجمع كل الفتيات الصغيرات في القرية بحجة أن الملك يريدهن. أصيب تكدو بالصدمة، غير قادر على تصديق ما سمع، وسألها عن السبب، فأجابت أن غايته هي التدريب معهن على الكلام، لكن مقالته بدأ وكأنه تلميح غير لائق، مما جعله يوقفها فورا مؤكلا أنه ليس كذلك وأنها ستتسبب في هلاكه. بعد أن أوضحت الحقيقة شعر مولترر والبقية بالارتياح حين علموا أن الأمر مجرد رغبة في الحصول على خادم أو خادمة يسهل الحديث معهم. شرح تكدو أنه اختار الأطفال لأن المملكة تعاني نقصة في العمالة، ولا يريد تضييع جهد العمال الكبار في الخدمة، بينما الأطفال اللي ما يستطيعوا العمل الشاق قد يكونون الخيار الأنسب. وافق الجميع، لكنهم لم ينتبهوا لمشكلة أساسية. مظهر تكدو بالنسبة للبشر العاديين كان كالكارثة المتجسدة، وبمجرد رأى الأطفال هيئته صرخوا وبكوا رعبا. شعر تكدو بالإحباط وسأل مولترر إن كان هناك أطفال لن يصرخوا عند رؤيته، لكن الأخير لم يجد إجابة. عندها تدخل
ودخل جيو قائلا إنه يعرف التوأم لكنه لم يقدمهم من قبل لأن ماضيهم صعب ولم يكن واثقا من ملائمتهم ليكونوا خدما للملك. وبما أن الخيارات محدودة طلب تكدو رؤيتهم. دخل التوأم القصر وقدم نفسيهما كيريا وماريا. تحدثت كيريا باحترام شديد كما ينبغي بينما خاطبت ماريا الملك بلهجة عامية وكأنه مجرد صديق عادي. من أول نظرة أدرك تكدو أن حياتهما كانت مليئة بالمعاناة. سأل كيريا عن الندوب التي تغطي جسدها فأجابت بأنها نتيجة وباء قديم ترك آثارا باقية. شرح مولترير أنها عانت المرض في طفولتها وبعد شفائها بقيت الندوب دليلا على ما مرت به. ثم سأله عن ماريا فأوضحت كيريا أن شقيقتها مرت بتجربة قاسية للغاية جعلتها تختلف عن السابق. وعندما سأل تكدو عما حدث أجابت ماريا بلا تردد لقد أكلت أمي. صدم من كلماتها ونظر إلى مولترير طالبا تفسيرا. اعترف الأخير أن الأمر لم يكن مشرفا لكنه كان الحل الوحيد وقتها فقد كانت قبيلة الألف السود تواجه المجاعة. وضحت والدة التوأم بنفسها ليعيش الباقون.